نعم. الكبائر هي ما نهى الله ورسوله عنه في الكتاب والسنة والأثر عن السلف الصالح. وقد ضمن الله تعالى في كتابه العزيز من اجتنب الكبائر والمحرمات أن يكفر عنهم الصغائر من السيئات، لقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فقد تكفل الله تعالى بهذا النص لمن اجتنب الكبائر أن يدخله الجنة. قال تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكر 3 آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى تأمر الناس بأن يجتنبوا الكبائر. الآية الأولى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، يعني هناك فوائد إذا تجنبنا الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والمقصود هنا بتكفير السيئات هي تكفير الصغائر. أول فائدة من فوائد أننا نبتعد عن الكبائر أن الله سبحانه وتعالى يكفر لنا الصغائر. واللمم هي صغائر الذنوب. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. والاجتناب في اللغة العربية كما يقول أهل الاختصاص أبلغ من قضية النهي عن الفعل، لأن الاجتناب يعني هو الترك وترك الطرق المؤدية إلى هذا الشيء. أحسن الله إليك. يقول المؤلف رحمه الله: الكبيرة الأولى والشرك بالله. إذن خلاص، هذه مقدمة كلها التي تكلمنا عنها الآن كلها عبارة عن مقدمة صغيرة، وما توسعنا في المقدمة كثير، يعني لأننا بس أعطينا مقدمة على قدر الحاجة وعلى